السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بقى صحابي جايب لكم مراجعة انمي باكي. وطبعا قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، واقول لك بقى ازاي نظام المراجعة ماشي ازاي. اول حاجة بنعرف الانمي، يعني نزل امتى ومدة حلقاته كام وكده، وبعد كده اهم الشخصيات، وبعد كده القصة، فلنبدأ على طول كده. طبعا نزل الانمي اول مرة 9/1/2001 وانتهى يوم 26/6/2001. وده طبعا كان اول جزء عشان نزل منه 6 اجزاء، وكانت مدة الحلقة 24 دقيقة. ونوع الانمي شونن ورياضي وفنون قتالية. ونخش على تاني حاجة وهي اهم الشخصيات. اول شخصية معانا هو باكي، وباكي طبعا الشخصية الرئيسية، وكان ابن واحد اسمه يوجيرو هانما، وكان بيتدرب على الفنون القتالية دايما والدفاع عن النفس. تاني شخصية معانا بقى هو يوجيرو هانما، كان ابو باكي، وكان اقوى مخلوق في العالم، في الكون حرفيا. وكان معروف عنه بقى ان هو بيعرف اي اسلوب قتال غير مسلح، وكان بيقف ضد الدبابات والجيوش وكلام كبير كده. وتالت واحد معانا هو اوروتشي دوجو، او والله ما عارف اسمه بس ماشي. وده طبعا كان سيد الكاراتيه، وكان واحد من الاشخاص اللي الناس اللي عرفوا يقفوا قدام يوجيرو، يعني ده الوحيد اللي قدر يقف قدام يوجيرو حرفيا. وبيدرب طبعا الطلاب على الفنون القتاليه. وتالت شخصيه معانا هي ماتسوموتو كوزيو، والله ما عارف اسمها يا جدعان، والله اسامي صعبه قوي. ودي طبعا بقى كانت بنت في مدرسه باكي، مات ابوها في ساحه القتال. وساحة القتال دي بتبقى تحت الارض كده زي ما انتوا عارفين بقى، ورهانات وحاجات استغفر الله العظيم. وطبعا كانت البت دي هي الوحيدة اللي بتهتم بباكي. وبعد كده بقى نخش على القصة. طبعا انا هقول لك قصة من غير حرق، عشان لو ما اتفرجتش على انمي ما احرقش عليك، يعني فاهم. وبتدور بقى قصة الانمي عن شاب اسمه باكي، وكانت متعته الوحيدة في الحياة هي القتال. والقتال يعني كان مدمن قتال حرفيا. وكان كل الحاجة اللي هو بيتمناها ان هو يلاقي حد قوي فشخ لدرجة ان هو ممكن يقتله في المعركة، وربنا الراجل ده مجنون. وحرفيا كان عايش عشان يفكر في القتال وبس، وعشان ان هو يهزم ابوه، يعني مش محتاجة حاجة. وكان باكي بيتدرب على الفنون القتالية والدفاع عن النفس من وهو في اللفة، يعني من وهو طفل صغير جدا. وكان بيتدرب على ايد ابوه اللي هو يوجيرو هانما، واللي كان لقبه اقوى مخلوق على الارض. الصراحة يعني هو لازم يكون ابن كده، لو ما طلعش كده هيبقى عيب في حقه يعني. بس للاسف بقى الحلو ما بيكملش، وبيختفي ابوه في ظروف غامضة زي ما احنا هنختفي قريب في نفس الظروف الغامضة عشان الامتحانات. ادعولنا بقى. وبيكمل بقى باكي التدريب لوحده ومع مساعدة امه الغنية، وبيسافر باكي لاماكن كتير عشان يلاقي اشرس واقوى مقاتل عشان يتحداه. وكمان بقى بيكسب خبرات واساليب قتالية وحاجات جامدة مفتقة. وفي الاخر بقى صديقي، الصراحة الانمي ده حلو قوي 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 لو انت بتحب الفايتات والاكشن والحركات، وكمان الانميات اللي فيه فايتات حلوة يعني فاهمين قصدي انتوا. فلو انت بقى بتحب كده عيش يا فنان. وتقييمي الانمي ده بدون تطبيل 10/10. وبس هي دي المقارنة. فلو وصلت لحد هنا بقى متنساش تعمل لايك واشتراك عشان الفيديوهات الجديدة في اسرع وقت، وتدعونا عشان احنا داخلين على فترة زي الفل يعني. اشوفكم الفيديو الجاي وسلام.